لو عاملين عزومة كبيرة ومش لاحقين تعملوا سلطة الفراولة من أحلى وألذ وأسهل السلطات في عزومات رمضان، وده لأن مكوناتها كلها سهلة ومش محتاجة تجهيز كتير. ابدأوا بالورقيات الخضراء، ممكن تستخدموا جرجير، أنا هنا استخدمت كيل، وعلشان الكيل ورقه بيبقى قاسي شوية فلازم نعمل له مساج بثلاث حاجات: زيت زيتون وملح وليمون. هنعمل مساج لمدة دقيقتين عشان الألياف بتاعته تطرى، وكده نبقى اختصرنا وقت لأننا مش هنحتاج نضيف دريسنج للسلطة في الآخر. والمكون الأساسي والحلو في السلطة دي هو الفراولة، وطبعا مفيش أحلى من الفراولة المصري. قطعوها بالطول وتكون قطعة كبيرة شوية علشان ما تتبلش. وسلطة فراولة دايما يعني جبنة، ممكن تضيفوا جبنة فتة أو حلومي أو جبنة قريش أو جبنة ماعز. علشان تخلوا السلطة كرانشي أكتر ومفيدة أكتر ضيفوا عين جمل، وممكن تضيفوا بذور زي بذور القرع. وفي السلطة دي المكسرات بتكون أحسن من العيش المحمص. وكده السلطة تكون جهزت في أقل من 3 دقايق. ممكن تعملوها بكميات كبيرة للعزومات، والحلو إنها بتفضل طازة لحد ميعاد العزومة. جربوها وقولوا لي رأيكم، وقولوا لي عايزين سلطات إيه تاني في رمضان، وبالهنا والشفا. الفتوش من احلى السلطات على سفرة رمضان، بحس انها بترضي جميع الاذواق وفيها الوان كتير وانواع كتير من خضار وفاكهه، ده غير ان الدريسنج بتاعها حلو قوي، وكفايه انها من المطبخ العربي. وعلشان سلطه الفتوش تطلع حلوه اهم حاجه تكون المكونات بتاعتها طازه، وفي الوقت ده من السنه هتقدروا تلاقوا المكونات طازه بسهوله. تعالوا مع بعض نعمل تاني سلطه من سلطات رمضان، وهي سلطه الفتوش اللبنانيه. ولاني دايما في سلطه الفتوش بنسى مكون او اتنين، جمعت كل المكونات قدامي، ولو في مكون ناقص يا ريت تقولوا لي. وكمان الحلو فيها انها بتتقدم باكتر من طريقه، بس النهارده حبيت اعملها بالطريقه التقليديه على اصولها، وهقول لكم بالترتيب الخطوات اللي تعملوها علشان تطلع سلطه الفتوش حلوه. اول حاجه هنبدا بيها هي الخس، ولازم يكون ناشف كويس قوي علشان السلطه ما يكونش فيها ميه كتير وقت التقديم. بنضيف الخس في اول طبقه، وبعدين بنضيف بعده الخيار. وفي السلطه دي حبيت اقطع كل الخضار على قد بعض بنص دايره علشان يفضل طازه اطول فتره ممكنه. بعد الخيار هنقطع الطماطم نصين، انا هنا استخدمت شيري توميتوس، ممكن تستخدموا الطماطم الكبيره العاديه، بس الاحسن انكم تستخدموا الطماطم الصغيره برضو عشان ما تنزلش ميه كتير. وبحس ان الفتوش ما بتكملش غير بحاجتين، اول حاجه هي الفلفل الاحمر، وده بيدي لها طعم ولون حلو قوي، هنقطعه برضو على شكل نص دايره علشان يكون نفس شكل الخضار اللي في السلطه. وخطوه انكم تحطوا الخضار على شكل طبقات، خصوصا في السلطات اللي فيها مكونات فيها ميه كتير، وتقلبوا السلطه دي وقت التقديم، ده بيديها وقت اكبر انها تفضل طازه. وبعد الفلفل ضفت نوعين من البصل، بصل اخضر واحمر، وممكن تستخدموا نوع واحد بس اللي بتحبوه. نيجي بقى لتاني حاجه بتميز سلطه الفتوش عن السلطات التانية، وهي الرمان. زودوا فيه زي ما تحبوا لانه بيدي طعم مميز جدا للسلطه، مع رشه نعناع اخضر فريش من فوق. والدريسنج خفيف جدا، مش محتاجين اكتر من زيت زيتون ورشه ليمون ودبس رمان وملح وسماق. ممكن تستبدلوا دبس الرمان بعسل، بس دبس الرمان بيديله مزازه وبيخلي طعم المكونات كلها حلو مع بعض. وده عامة أساس أي سلطة، مادة دهنية مع هند وتوابل تعزز نكهة السلطة، هتطلعوا أحلى دريسنج ينفع على أي سلطة. وبعدين هنضيف العيش المحمص، أنا هنا استخدمت عيش لبناني أسمر، وخلوا الدريسنج على جنبه وقلبوه مع السلطة وقت التقديم. ممكن تزودوا شوية دبس رمان من فوق، وكده تكون أحلى وأسهل سلطة فتوش جاهزة لسفرة رمضان. حلوة جدا في العزومات وسهلة وما بتاخدش وقت، ومكوناتها موجودة في كل البيوت. جربوها وقولوا لي رأيكم، وقولوا لي حابين نعمل سلطات ايه تاني في رمضان. وما تنسوش تكتبوا لي المكون الناقص لو في سلطة الفتوش الأصلية، أنا عارفة إنه في مكون ناقص، لو تعرفوه اكتبوا لي في الكومنتس. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا. في رمضان السنة دي هنعمل سلطات رمضان على أصولها اللي بنحبها على سفرة رمضان وفي عزومات رمضان، من غير أي حاجات غريبة أو مكونات جديدة. وهنبدأ بسلطة البنجر بالتفاح، سلطة بسيطة وسهلة ومكوناتها قليلة. قطعوا 3 تفاحات من أي نوع انتوا بتحبوه، واعصروا عليه جريب فروت أو ممكن تستبدلوه ببرتقال. قطعوا عليهم حبة بنجر حلوين، أنا جبت هنا بنجر جاهز ممكن تشووه في الفرن. هنضيف عليه رشة ملح ومعلقة عسل، بس ما تكتروش عسل لأن كده كده أغلب المكونات طعمها مسكر، ورشة زيت زيتون، وده اللي هيعمل مع العسل صوص حلو قوي، وده اللي هيخلي طعم السلطة أحلى بكتير. نقلب المكونات مع بعضها كويس جدا وندخلها التلاجة لوقت ميعاد الفطار. وهتلاحظوا بعد ما تخرجوها من التلاجة ان في صوص كده وميه بتنزل، وان التفاح اغلبه تقريبا اتصبغ بلون البنجر، وده بالظبط اللي بيدي السلطه طعم حلو. جربوها قولوا لي رايكم، وقولوا لي عايزين نعمل سلطات ايه في رمضان، وبالهنا والشفا. سيزر من احلى السلطات اللي بحبها في عزومات رمضان، مشكلتي الوحيده ان ما فيهاش الوان كتير، علشان كده عملت بينك سيزر دريسنج بمكونين بس. مش هتتخيلوا مكوناتها بسيطه ازاي. كل اللي هتحتاجوه ميكس خاص جاهز للاكل من جرين هاوس، سيزر دريسنج، وعلشان اعمل لون بينك طبيعي زودت بنجر، فراخ مشويه، وهقول لكم الطريقه بتاعتها. وكده المكونات كلها جاهزه، بجهز الطبق في 3 دقايق بالظبط. وعلشان كمان ازود الوان في السلطه استخدمت خاص باكتر من لون، وزي دايما ما بقول لكم كل ما زادت الالوان زادت الفوائد. وبعدين الفراخ المشويه سبتها ترتاح شويه وقطعتها وضفتها على السلطه. وعلشان الكروتونز ممكن تستخدموا اي نوع عيش، استخدمت عيش اسمر وحمسته بزيت زيتون وملح وضفته على السلطه. نيجي بقى لاهم خطوه في السلطه دي، وهي الدريسنج. سيزر الجاهز من جرين هاوس طعمه خطير ومظبوط جدا، فيه جبنه ومايونيز، كل مكونات سيزر الطبيعيه. ما احتجتش اضيف بس غير البنجر علشان يظهر اللون البينكي الجميل ده، وكالعاده البنجر دايما بيضيف لون جميل قوي للاكل، ده غير القيمه الغذائيه العاليه بتاعته. والاطفال دايما بيحبوا الاكل اللي فيه الوان كتير. ولو عندكم عزومه خلوا الدريسنج على جنب، بس انا حبيت اضيفه على السلطه عشان اوريكم شكله حلو ازاي.
وكده بقى عندنا سلطة جاهزة فيها ألوان كتير، بروتين موجود في الفراخ ونشويات موجودة في العيش، وتنفع جدا كوجبة كاملة. قولولي بتحبوا تعملوا سيزر ازاي، وابعتولي السلطات بتاعتكم علشان تكسبوا 2 دريسنج من جرين هاوس. وقولولي ايه السلطات اللي بتحبوا تعملوها في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين وبالهنا والشفا. تاني سلطة في سلطات رمضان تنفع للفطار والسحور. في أكل كتير بيتبقى من الفطار للسحور، علشان كده فكرت أعمل سلطة خفيفة مكوناتها هادية ومش بتاخد وقت وبتريح المعدة. جهزت المكونات عشان ما اخدش وقت كبير في السلطة، وحاولت بقدر الإمكان أحط مكونات قليلة بس تكون لايقة على بعض. ودي أول مرة أضيف قراصية للسلطة، قلت أجرب أشوف طعمها عامل ازاي. اخترت الأمريكان ميكس من السلطة عشان فيه حاجات كتير، خس وجزر وكرنب بنفسجي وفجل أحمر، وكله مغسول ومتقطع وجاهز على الأكل على طول. كمية حلوة جدا ومناسبة جدا لسفرة رمضان أو العزومات. السلطة ما فيهاش ولا نقطة مية، ودي حاجة حلوة قوي علشان الخضار ما يتبلش بسرعه. عملت جبنه قريش بالسماق وحبه البركه والزعتر والسمسم. قولولي لو عايزيني اقول لكم الوصفه على السحور، سهله جدا وممكن تجهزوا منها كميات. ضفت شويه عين جمل، ممكن تكرملوه مع عسل بيبقى طعمه حلو قوي، بس المره دي كنت عايزه اشوف طعم السكر اللي في القراصيه هيبان ولا لا. وبجد يا جماعه دي اول بس مش اخر مره هحط قراصيه في السلطه، لان طعمها تحفه وكمان كانت لايقه مع الدريسنج. فينيجرات التين وعين الجمل مع خل البلسمك. رجوا الازازه كويس وضيفوها في طبق على جنب علشان تضيفوه وقت التقديم على طول. وكده نكون عملنا طبق سلطه كبير ينفع للفطار او السحور، حلو قوي في رمضان. ما تنسوش تعملوا سلطات، وروني السلطات بتاعتكم، واحلى سلطه هيكسبوا 2 دريسنج من جرين هاوس. اعملوا لي منشن في ستوريز بتاعتكم. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. لو حابين تعملوا سلطة في رمضان وتكون مش تقليدية، السلطة الآسيوي من أسهل وأسرع السلطات، ولو عندكم أطفال هتعجبهم قوي. جهزت المكونات وحاولت أخليها بسيطة على قد ما أقدر. الإيجن ميكس من جرين هاوس تقريبا كان فيه كل حاجة، خس وجزر وكروم سلطة، والميكس ده مع الإيجن دريسنج بيبقى خطير، مش بنحتاج نضيف عليه أي حاجة، بس أنا زودت جزر وخيار. وب4 مكونات بس عملت سلطة في 3 دقايق تقريبا. لو حد بيحب السلطات الاسيوي يقول لي ممكن اضيف ايه تاني للسلطه، وابعتوا لي طريقه احلى سلطات اسيوي بتاكلوها. بدات بميكس الخضار، كان كله الوان وشكله حلو قوي. هو كان موجود فيه جزر بس انا زودت شويه جزر من عندي. الجزر متقطع وجاهز للاكل على طول من جرين هاوس، والفكره دي لذيذه قوي للاطفال لانهم ممكن ياكلوها كده مع الدريسنج زي ما بيحبوا البطاطس والكاتشب او الجبنه، بس الفكره بخضار ومكونات طبيعيه اكتر. قطعت الخيار زي الجزر، وحسيت ان طعمه هيبقى حلو قوي مع الدريسنج لانه كمان فيه زنجبيل وصويا صوص وزبده فول سوداني، وده بيدي للخضار طعم حلو قوي. وكمان فيها عسل وسمسم. حطيت الدريسنج على جنب علشان اضيفه وقت التقديم على طول، ممكن تضيفوه على السلطه او تاكلوه بالجزر والخيار. جربوا السلطه دي، سهله وسريعه ومن غير وقت ومجهود. وابعتوا لي سلطات رمضان بتاعتكم علشان تكسبوا 2 دريسنج من جرين هاوس. قولوا لي ايه المكون الناقص اللي كان ممكن نضيفه علشان السلطه تبقى احلى، وبالهنا والشفا. اخف واحلى سلطه ممكن تعملوها في اول يوم رمضان هي سلطه الفراوله بالجرجير. بتكون حاجه هاديه كده جنب اكل اول يوم، ما خدتش مني وقت لان استخدمت كل حاجه جاهزه. ودي مكونات السلطه: جرجير بعين جمل وفراوله حمراء وبيضه، برتقال احمر ودريسنج من جرين هاوس، بنجر وجبنه سوري. وكده المكونات كلها جاهزه، هنعمل السلطه في 5 دقايق بالظبط. الجرجير مليان فوائد، بس على بال ما بجيبه وبنضفه وانشفه بيكون جاهز للسلطه بياخد وقت كبير جدا، فبجيب جاهز من جرين هاوس على طول، اخضر وفريش وحلو قوي، متنشف كويس فبيخلي السلطه ما فيهاش ميه كتير. والبنجر اللي جاهز عملت بيه برده كده في نص الطبق، وضفت جبنه سوري فيها حبه البركه، وكانت لايقه قوي مع السلطه. زودت بقى نوعين فراوله حمراء وبيضه، خليت طعم السلطه مسكر كده وفيه مزازه. علشان اخليها فريش اكتر زودت برتقال احمر غني جدا بمضادات الاكسده، وبجد طعمه حلو مع الجرجير. زودت شويه عين جمل عشان القرمشه. وسلطه عزومات يعني دريسنج على جنب علشان السلطه تفضل فريش لحد التقديم. دريسنج جرين هاوس فيه فراوله ولوز، وخلى طبق السلطه طعمه حلو وخفيفه ولذيذه كده في عزومات رمضان. وروني السلطات بتاعتكم علشان تكسبوا 2 دريسنجز من جرين هاوس. اعملوا سلطه رمضان واعملوا لي منشن في ستوريز بتاعتكم. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. سلطة الفتوش من أحلى السلطات اللي بحب أعملها في رمضان، بس كل مرة بحب أعملها بطريقة مختلفة. هوريكم إزاي حولت الإيطاليان ميكس لسلطة فتوش. سلطة الفتوش أساسها الخس والطماطم، علشان كده استخدمت فجل أحمر وخيار. الإيطاليان دريسنج مكوناته قريبة من تتبيلة الفتوش، وطبعا فتوش يعني رمان، وعشان كده استخدمت رمان فروزن وعيش لبناني أسمر. وجهزت المكونات عشان أبدأ في السلطة على طول. أحلى حاجة في الإيطاليان ميكس إنه مكوناته أساسية ممكن تنفع بيس لأي سلطة. وسلطة الفتوش مكوناتها كتير، فقلت اسهل على نفسي واجيبه فريش وجاهز من جرين هاوس. والفجل الاحمر اللي بحطه على اي سلطه حسيت ان سلطه الفتوش مش هتنفع من غيره. قطعته شرايح رفيعه وزودته على السلطه، وقطعت خيار برضو بنفس الطريقه، والطماطم اللي كانت موجوده في ميكس السلطه بس يستحسن تقطعوها نصين علشان لو معاكم اطفال ما يبلعوهاش. ضفت رمان فروزن، حسيت انه هيدي طعم فريش وحلو للسلطه. وعيش لبناني محمص بزيت زيتون، ممكن تعملوه في الفرن او في الاير فراير. واكتر حاجه بتخليني اعمل الفتوش في تقريبا في كل العزومات ان الوانها كتير وفيها خضار وفاكهه وفيها عيش محمص، والدريسنج بتاعها هو اللي بيخليها مميزه. ايطاليان دريسنج حسيت ان فيه اغلى مكونات دريسنج بتاع الفتوش، بس زودت له شويه سماق وعصره ليمون وقلبته كويس علشان يكون جنب السلطه وقت التقديم.
انا عارفه ان دي مش وصفه الفتوش الاصليه وان في مكونات كتير قوي انا ناسياها. هستناكم تقولوا لي الوصفه الاصليه للفتوش او الوصفه اللي انتوا بتحبوا تاكلوا بيها الفتوش. ابعتوا لي سلطه الفتوش بتاعتكم او اي سلطات بتعملوها في رمضان علشان تكسبوا 2 دراسن من جرين هاوس، وبالهنا والشفا.